بلاطة سراي. واضح يا حاج. أما الفريق الثاني بقيادة الأستاذ أموس بس أنا بس اللي أقول الأستاذ عيد وفريق خميس سان جيرمان. الألعاب الكولومبية تنقسم إلى شقان، الشق الأول وهو الشق البدني، والشق الثاني هو الشق الثقافي. وفي نهاية كل يوم هنجمع نقاط الفريقين وهنحسب كل حاجة بالورقة والقلم. فلتبدأ الألعاب الكولومبية. ودلوقتي مع سباق الحمير، ومش عايز اسمع صوت حمار. انا ما فتحتش بقي يا ددع. مش انت يا ددع. حد من الجماهير يسألني ويقول لي ايه هي صفات ومميزات سباق الحمير، انا اقول له السرعة، القوة، خفة الحركة، خفة الدم. خفة الدم من صفات الحمار؟ لا دي من صفات يعني. وخلاص اكتم يا حاج، مش عايز امد يدي عليك. ودلوقتي نبدأ المسابقة. أنا عمري ما اعتمدت عليكم قبل كده، بس جه الوقت اللي أقدر أقول إن أنا معتمد عليكم بجد. تلاش يا بابا، إن شاء الله هنكون على قد المسؤولية. أنا بكلم الحمير يا حبيبي. ان شاء الله الحمير هتشرفك يا عم عيد. بس دلوقتي انا عايز افهم ايه اللي هيحصل بقى. احنا هنجري الحمير ونشجعهم من بعيد؟ لا يا حبيبي، مسابقة جري، انتوا هتركبوا الحمير. عارف الفروسية؟ طبعا عارفين الفروسية. ادي الحمورية. اللي قدامك ده أول جمهورية حمورية. ايه ده؟ انت ركبت حمير قبل كده؟ لا، هي كانت مسابقة معلومات عامة وطلعت أول جمهورية حمورية. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.